حبايبي ابطال ثالثه اعدادي، تعالى مع بعض نبدا الفاينل ريفيجن. الفيديو ده اللي هتتفرج عليه قبل ما تنزل لي السنتر. اول حصه لينا في سنتر الراعي رياض الفرج شبرا مصر، يوم الخميس الجاي 24/4 الساعه 6:30. اتفرج على الفيديو ده. في هنبدا بيونت 2 عشان اصعب اليونت، في تقريبا نص اليونت هننزل مع بعض نراجع تاني، نخلص بقى اليونت ونحل زياده. ركز معايا عشان مش هقول كل الديتيلز دلوقتي، هفكرك بس بالحاجات اللي انت تجيلي السنتر تكون افتكرت الحاجات اللي انت نسيتها. اتفقنا؟ ماشي. خدنا ايه؟ خدنا اول حاجه، انا بقول بسرعه عشان الوقت ايه بتاعك يبقى قليل. خدنا ايه اول حاجه؟ خدنا الكتريك كارنت والبطاريه والسلك والبوتنشال ديفرنس والريزيستنس، وعايز اعرف ده وعايز اعرف ده وعايز اعرف ده. تعالى افكرك بسرعه. اصلا الكهرباء ازاي بتتنقل؟ عن طريق الواير. قلنا عن طريق الواير، عندنا في واير، عندنا واير. قلنا الماتر، الواير ده عباره عن ماده. زمان خدنا اي ماتر جواه موليكيول، والموليكيول جواه اتوم، فالواير ده جواه موليكيول. صح يا مستر انا واخد اصلا الكهرباء بتعدي فلو اوف الكترون تشارج، فلو اوف نيجاتيف تشارج. ما هو النيجاتيف ده الالكترون، امال فين الالكترون؟ تعالى بص، ما تسرعش الفيديو، انا بتكلم بسرعه. ما تسرعش الفيديو، انا بتكلم بسرعه. ماشي، انا جاي تعبان اخر اليوم وطول اليوم شغل، بص مش فايق لك، فركز معايا بقى. اتفقنا؟ ماشي. الكترون هو ده النيجاتيف، الكترون هو ده ايه؟ النيجاتيف. بيعدي نيجاتيف تشارج، يقعد يخبط ويعدي، فلو يخبط، بيطلع تشارج كده، ريزيستنس. الريزيستنس اللي هو بيخبط فيها، بيعمل فريكشن مع المولكيول، هو ده بقى بيتنقل الكهرباء. اتفقنا. تعالى السلك ده بقى، بص السلك ده هو ده دي البوزيتيف بول، السلك ده هو ده، ودي النيجاتيف بول. دي ايه؟ ايوه برافو عليك، بفكرك بالباتري، برافو عليك. خدنا في حاجه اسمها كارنت انتنسيتي، ايه هو؟ الاي. انا هغير اللون بسرعه، الفيديو ما يبقاش كبير. يلا، اللي هو اليوم بتاعته امبير. بيعدي ازاي؟ كده 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 كده، فروم بوزيتيف تو نيجاتيف. ماشي مستر. خدنا حاجه اسمها فولت. ايه الفولت ده يا مستر؟ بوتنشال ديفرنس، فرق الجهد. لكن ده لا، ده السورس بتاع الباتري. اتفقنا؟ ماشي مستر. طب بيتعلق سيريس ولا بارلل؟ لو مش عارف يعني ايه سيريس ولا بارلل، ايه في الفيديو خش نام، ارمي نفسك من البلكونه، ما تصدقونيش لو مش عارف يعني ايه سيريس ولا بارلل. دلوقتي فاينل ريفيجن. ماشي. ما علينا في الرسم الجميل اللي ملوش اي 60 لازمه ده. الفي بيتعلق بارلل، لكن الامبير اللي هو الكارنتنسي بيبقى سيريس. اتفقنا. تعالى افكرك بقى بالكتاب. افتح معايا كتاب المعاصر، كتاب الامتحانات في الاخر، في فاينل ريفيجن بيج 82، في جدول جميل بيخلص لك كل حاجه. انا طول اليوم شغل خلاص مش فايق لك، فوق. ماشي. قال لك الكتريك كارنت انتنسي هو عباره عن ايه؟ هو عباره من كميه من التشارج اهو، amount of charge. هنجيب القلم هنا، اللون ازرق، احمر، ازرق حلو. ماشي اهو، بيقول لك amount of electric charge فين؟ across section area، cross section conductor section في حته فين؟ في الثانيه بس. ده الانتنسي. potential difference، فرق الجهد يعني ايه؟ ولما بعمل شغل يبقى ده ايه؟ ده الورك، يبقى ورك دان ان جول. فاكرها؟ كنا واخدين ده جول، ده اليونت بوتنشال ديفرنس. يونت ايه؟ بوتنشال ديفرنس؟ لا غلط عشان انت مش فايق. بوتنشال ديفرنس اليونت بتاعتها في عادي، لكن الجول ده كان يونت الورك. الورك. يبقى ذا ورك دان ان جول عشان تنقل التشارج، تو ترانسفير التشارج. فانا فين؟ في السلك. خلصت. ماشي. الكتريك ريزيستنس، بيقول لك ريشيو. لو انت مش فاهم يعني ايه ريشيو تعالى افهمك. تعالى ارجع لك القوانين بسرعه. نعمل دي كده. ماشي. كنا واخدين حاجه اسمها V equal IR، قانون اللي وداك في داهيه. الفي potential difference، electric current resistance. لو انت عايز الريزيستنس، لو انا عايز ده هعمل ايه؟ سهله يا مستر، في على الاي. برافو عليك. يبقى لو انا عايز الار
يبقى ايكوال في على اي. صح ولا غلط؟ صح. يبقى ده ايه؟ ده ريشيو. خلصت. مستر ايه اليونت بتاعت الريزيستنس؟ كنا واخدينها اوم، علامه كده اللي هي اوم. صح ولا غلط؟ صح. مستر ايه اليونت بتاع، ما انا قلت لك عليه امبير، وده كان في. انا بفكرك بسرعه، اتفقنا اهو. بص هو بيقول لك الريشيو. ليه ريشيو؟ في اي ار، خدت الار في على اي، ريشيو بتوين بوتنشال ديفرنس تو ذا كارنت. اهي خلصت. ده ويقول لك واتس مين باي تعطل ما تعرفش تحل فوق. ماشي. الميجرنج يونت اللي انا قلت القانون ده حلو قوي، بيلخبط بيه في الاسئله. تعالى افكرك بيه. احنا كده خدنا الفي اي ار، صح؟ صح. وخدنا دول، ناقص القانونين دول. بيقول لك الاي كيو على تي. الصراحه انا حفظته لطلابي بطريقه تاني عشان هو مش بيجيبه دايركت، بيشقلب لك القانون. وده بيقول لك البوتنشال ديفرنس ورك على كيو. برضو حفظته لطلابي بطريقه تاني. طريقه ايه يا مستر؟ طريقه المثلثات. تعالى كده، ممكن نزود ورقه، ممكن نزود ورقه. اول مثلث خدناه مع بعض، اول مثلث ان الفي ايكوال اي ار، صح؟ ماشي. نعمل اول مثلث هنا ان الفي ايكوال اي ار. ماشي ماشي. عايز بسرعه اكتب اليونت. ملخص هنا لطيف، نص صفحه. ماشي بسرعه اكتب اليونت. ماشي. الفي قلنا فولت، لكن الار اليونت بتاعتها اوم، الاي اليونت بتاعتها امبير. اتفقنا؟ ماشي كمل. اهم الشغل زاد الشغل. ده اول مثلث يا معلم. طب تاني مثلث يا مستر؟ تعال. تاني مثلث. خدنا ايه؟ خدنا ده مثلث بيجي عليه اسئله حلوه، اتفقنا عليه. ماشي. اول مثلث اللي بيجي برضه عليه مسائل بتاع الالكتريك كوندنسي والكيو. كيو اللي كانت ايه؟ اليونت بتاعتها كولوم لتشارج. والتايم افتكر، ايوه برافو. اهو كارنت انتنسي الاي ايكوال كيو على تي. بس انا ما كنتش حافظه كده، انا كنت حافظه لك كده صدقني. حافظه لك ازاي؟ كيو ايكوال ات. الكيو ايكوال ات. عارف ات؟ كلمه ات يقول لك اتس اي حاجه. ات كيو ايكوال ات. كيو ايكوال ات. في اي ار في اي ار في اي ار كيو ايكوال ات. كيو لو حافظه بطريقه تاني مش مهم عادي. لكن الاي ده اي ده اليونت بتاعته امبير. تعالى تاني بسرعه يلا. الاي ده اليونت بتاعته امبير. طب والتي؟ تايم طبيعي سكند. طب والكيو؟ يا مستر ده الكوانتيتي اوف تشارج، ده الكولوم. زي الفل زي الفل. تعالى تالت مثلث. واحنا ينفع نسيب القلم؟ لا سيبه خالص، سيبه خالص، مش عايز قلم. ينفع ننزل لتحت؟ ينفع. اصبر كده، انا عايز اعمل مثلث تالت هنا. ازاي؟ مش راضي. عايز اصغر ده، كنت بعملها صدقني في الشاشه التانية. الو. واحده. عايز اصغر ده. مستر خليك شغال. ممكن نصغر ده؟ ممكن نصغر ده؟ اصغرها كده يعني اكتب مثلث ثاني هنا ولا صعب؟ لا خلاص نفتح فيديو جديد. خليك معايا نكمل ولا كأن حصل اي حاجه مع بعض. دي اوكي صح؟ عادي. هو ايه ده محدش بيعمل كده اساسا. انت ربنا يخليك. انت كده الفيديو التالت ده ماشي زي الفل. يلا نكمل تالت مثلث مع بعض. ماشي. تالت مثلث مع بعض. ايه هو تالت مثلث ده؟ مستر احنا كتبنا مثلث الفي اي ار، في اي ار. تاني مثلث كيو ايكوال ات. بحفظك القوانين عشان المنهج كبير. ماشي. تالت مثلث نسيت فكرني. ايوه بيتكلم عن ايه؟ يا مستر ده كان الفي والكيو والدبليو. اهو potential difference equal work على الكيو. potential difference equal work على الكيو. كنتش محفظه لك كده، كنت محفظه لك ان الورك لون اسود. لون راح فين؟ اهو راح فين؟ زمان الشقة ده. يلا
ما تقراهاش، انا اللي اقراها بعد اذنك. دبليو في كيو في كيو في كيو في كيو في كيو. لو نطقتها نطق تاني هقول لمامتك، هقول لباباك، هعمل الاثنين. انطقها كده. ورك في كيو في كيو في كيو في كيو في كيو في كيو. دبليو في كيو دبليو في كيو دبليو في كيو دبليو في كيو في كيو في كيو. بص كسره مش فاتحه. دبليو في كيو في كيو في كيو. ماشي ماشي زي الفل زي الفل. دي من اصعب الحاجات اللي بنتلخبط فيها في الحصص، عشان كده بدات بيها. اتفقنا؟ اتفقنا. تعال نكمل. تعال نكمل. السيريس والبارل برضو للاسف ناس كتير قوي بتتلخبط في الجزء ده. تعال افكرك بيه. فيديو جديده. ايه الفرق بين السيريس والبارل؟ مستر بيجي لنا في الاسئله. اهو الفرق. مصر قايل لك اهو. السيريس بيكون كله جنب بعض. السيريس مثلا عندي باتري فيها 3 ريزيستنس هنا، ريزيستنس هنا، ريزيستنس هنا. السيريس بعمل كلهم بلس. او لو 3 باتري بيمشوا كله في مره واحده. الامبير بيمشي مره واحده مش بيتقسم. اتفقنا؟ اتفقنا. لكن الفولت هنا، الفولت هنا بيتقسم. هنا الامبير مش بيتقسم، اللي هو امبير واحد. مالك؟ امبير خارج من هنا طق رجع هنا، دخل هنا 5 امبير هيرجع لك هنا 5 امبير. عادي جدا. اتفقنا؟ ماشي. بيدج جديده. طب الباراليل يا مستر اهو. بص الباراليل، بص الباراليل، بص الباراليل، بص الباراليل، بص الباراليل. ده الباراليل، ده الباراليل، ده الباراليل. الامبير هو ايه اللي انا عملته ده؟ نعمل كده. ماشي عادي جدا عادي. الاستوديو بتاعنا والناس حبايبنا وزي الفل. الامبير دخل. هل هيكمل؟ لا سلكين هيتقسم. نغير اللون، نغير اللون. لا سلكين هيتقسم. اهو بص اتقسم. هنا رجع، هنا رجع، اتجمع هنا تاني، دخل اتجمع هنا تاني، رجع هنا، دخل 30، دخل 30، دخل هنا 10 وهنا 10 وهنا 10، رجعوا برضه 30. ده البارل باختصار. اتفقنا؟ اتفقنا. في عصابه؟ مفيش اي عصابه يا عم. اهو السيريس والبارل. اقرا التعريفات اللي في النص. بيقول لك بلس اي باتري ايكوال اي 1. كلنا عارفين. دايركت كارنت والالترنيتنج كارنت، دي سي والاي سي. ركز. ان دايركشنال كونستانت اندنسيتي، دي سي كونستانت اندنسيتي، لكن اي سي variable in both direction and intensity. هشرحها لك بالتفصيل. الحتت الصعبه هشرحها بالتفصيل في السنتر عشان دي بتتلخبطوا فيها. اتفقنا؟ ماشي ماشي. هنرجع لفوق كده. كان في شويه حاجات برضو بتتلخبطوا فيها. جيف ريزون وتابن. لو فاهم هتحل، انا بقول لك ما تحفظش. فاهم حل. ماشي ماشي. كونتنسي والتايم برضو واخدينها. ماشي. الحاجات دي بالنسبه لك بقت سهله خلاص، حلينا عليها كتير. قلتهم لك هي الحاجات دي. مش عارف ليه ناس بتتلخبط فيها، مش عارف ليه. potential difference في quantity of electric. الكيو عايزه السي electric كولوم. التايم سكند. نكمل مع بعض. قلعت البدله، الدنيا كانت حر وانا كنت تعبت، روحت نمت وجيت لك تاني ايه فواقع بقى، فايقين رايقين. فيزيكس يونت 2 هنحاول نجمع في السريع. الواتس مينت باي زي ما قلت لك للاسف في ناس كتير قوي بتتلخبط فيه. انا مش قادر اقف بجد، مش قادر اقف. هقعد عشان ايه؟ انا عكست وبيقولوا عليا مدرس لسه شاب صغير. كده تمام؟ كده تمام. بيقول لك واتس مينت باي الكتريك تشارج اوف 20 كولوم فلو ثرو كروس سكشن كوندكتور ان 5 سكند. يا لهوي. اجي عنده مستر ده واتس مينت باي انا مش عارف احل يا مستر. بعد اذنك بلاش كده، خليك هادي رايق فايق. واتس مينت باي بيديك مساله بتكتب له القانون بس تعرفه له بس. يعني ايه بقى؟ بيقول لك الكتريك تشارج اوف 20 كولوم فلو ثرو كروس سكشن اريا 5 سكند. عايزين القلم بسرعه بسرعه بسرعه. تعالى ايه اترجم لك لو انت مش فاهم اي حاجه. 20 كولوم، هو الكولوم ده اليونت بتاعت ايه؟ لسه قايلك من شويه. برافو. كولوم بالسي كولوم يبقى كوانت كيو
دي الكيو شكلها وحش قوي. معلش شكلها وحش قوي. 20 كولوم دي بتاعت ايه؟ بتاعت الكيو. طب ان 5 سكند، ال 5 سكند دي ايه؟ ده التايم. برافو. يبقى معايا كيو ومعايا تي. كنت مديك قانون من شويه فاكره؟ اللي انا كتبته راح، ما علينا. الكيو ايكوال 8، الكيو ايكوال 8، الكيو ايكوال 8. ايه الاي دي؟ الاي دي سمول. ها ركز بعد اذنك، بعد اذنك ركز. 8 اي تي، 8 اي تي، تي تايم. الاي الانتنستي، الالكتريك كارنت. مستر انا مش لاقي الاي. طب ما انت هتجيب الاي يا حبيبي اهو. يبقى الاي كيو على تي، خلصت. كيو على تي مين؟ الكتريك كارنت انتنستي. هو ده الاي اللي عايزها. يبقى اعرفه ان ده، بص الخط ده وحش، نمسح زي الفل. اهي مين؟ دي الكتريك كارنت انتنستي 20 بير 5 ايكوال 4 امبير. عشان الاي الامبير ده اليونت بتاعت الالكتريك كارنت. اتفقنا؟ ماشي. ثاني واحد بسرعه. الكتريك كارنت انتنستي باسنج ثرو كوندكتور از 1.5 امبير. انا مش فاهم اي حاجه، واحده واحده. بس نمسح الهبد اللي احنا عملناه ده هنا. يا نهار ازرق. ماشي. طخ بوم طخ. استيكه 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 استيكه. اهم من الشغل ظبط الشغل. بيرفكت. بيقول لك 1.5 امبير electric current tennis passing through conductor 1.5. مش مستر ده رقم واحد، هحل مساله ازاي برقم واحد؟ بعد اذنك. بيقول لك واتس مينت باي، بيقول لك عرف يعني ايه اصلا الامبير من قبل ما اتكلم. يعني ايه امبير؟ يا مستر ده اليونت بتاع الالكتريك كارنت. ماشي. بيقول لك intensity passing through conductor بوينت برضه مش فاهم يا مستر. ايه ده؟ ايه ده عليا؟ ايه؟ بيقول لك means that quantity of electric charge passing through conductor in 1 second 1.5 كولوم. مستر برضه مش فاهم. افهمك. للاسف ناس كتير قوي معايا عطلت في الحته دي. الناس اللي مش بتذاكر هي اللي عطلتها لك. لكن لو انت بتذاكر انت تمام. لو انت عارفها قدم الفيديو خش على اللي بعده عادي بامان. ازاي يا مستر عرفنا ان ده 1.5 امبير وده 1.5 كولوم؟ تعالى بقى، تعالى على هنا. كنت قايل لك القانون بيساوي ايه؟ ان الكيو مثلث جميل اسمه ايه؟ 8. كيو ايكوال 8، كيو ايكوال 8 اي في تي، الكتريك كارنت تايم سكند امبير كولوم. ماشي. هو مديني ان الاي ب 1.5. تعالوا تاني. مديني ان الاي ب 1.5 بس كده، مش مديني اي حاجه تاني. وبيقول لك واتس مينت باي. تعالى ده الاي ده التي، ده التي. لا مؤاخذه معلش. انا النهارده فايق لك. طق بوم طخ. ده بص هنعمل حركه حلوه. نمسح ده. ماشي. اتلخبطت. معلش. نمسح. ماشي. يا ابني امسح، امسح. انت استيكه يا حبيبي، استيكه صدقني. بايدينا. ماشي. ما علينا. عادي. مش هتعصب. انا رايق، معروف ان انا طيب. مش هتعصب. ما انا هشرح لك المسائل. هشرحها لك بسرعه بقى. بسرعه. اي في تي كيو ايكوال 8. مديك الاي بكام؟ 1.5 امبير. اس 4 اخرت. اس 4 دي مش موجوده. 1.5 امبير. ماشي. اصبر هجيب استيكه دلوقتي. ايوه ظهر الحق. 1.5 امبير. خط يقرف. ما علينا. التايم مش فاهم. بيقول لك واتس مينت باي. مش في الماس خدنا حاجه لما بنثبت واحده ب1، نثبت واحده ب1 في الاوفر يبقى دي اوفر دي. مش فاهم مستر. انت عندك 10 اوفر 10 بتساوي ايه؟ كل 1 صح؟ هات لون احمر كده. طب انت لو عندك ده ب1، لو عندك ده ايكوال 1 سكند، يبقى ده لازم يكون نفس الرقم ده. يبقى ما دام ده 1.5 يبقى ده برضه يبقى 1.5. ده اللي انا اعرفه له اهو. ده ب 1.5. اقدر كده اقول means the quantity of electric charge passing through conductor in 1 second equal 1 فين؟ in 1 second في الثانيه الواحده
ماشي بسرعه بقى عشان ايه الفيديو ما يبقاش طويل، وانا صدقني اقدر اقف على رجلي اصلا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا ماشي. تالت واحد. work of 10 joule is done to transfer a charge 5 coulomb between 2 point. انت مش فاهم اي حاجه، انا عارف، صدقني انا عارف، اهدى لي بس. انت لو مش فاهم الحاجات دي ب 2 جنيه علبه كبريت وشويه غاز وتولع في نفسك بعد اذنك، شايف الفاينل ريفيجن. انا صوتي اتنبح من شرح الحاجات دي قبل كده، اتفقنا؟ ماشي. ورك، ايه الورك يا معلم؟ يا مستر ده الورك اليوم بتاعتها جول، ما انا عارف، هو قايل لك اهو حلو قوي، بيقول لك عشان تتنقل 5 كول، يعني هنا معايا الدبليو وهنا معايا الكيو. ماشي مستر، دبليو وكيو ده في قانون الورك في كيو، الورك في كيو، الورك في كيو، في كيو ما تحطش فتحه الفي بعد اذنك. الورك في كيو، الورك في كيو، نكتبه، تعال نكتبه هنا وخلاص اهو. الورك ايكوال في كيو. مستر ده مديني الورك ومديني الكيو، يبقى عايز الفي، علمها باسود، يبقى عايز الفي اهو. الورك في كيو، الورك في كيو، عايز الفي، يبقى الفي ايكوال ايه؟ ورك على الكيو. الفي ايكوال ايه؟ ورك على الكيو. الفي ايكوال ايه؟ ورك على الكيو. اتفقنا؟ خلصت. الفي ورك على الكيو، الفي ورك على الكيو، الفي ورك على الكيو. زي الفل زي الفل. الفي ورك اهو. يعني ايه في؟ انا كنت قايل لك من شويه، الفي فرق الجهد، الفي فرق الجهد، ما دام فرق الجهد potential difference، في potential difference، potential difference 10 over 5 2 على الآلة بعد إذنك، اعملها على الآلة ريحني، صدقني قبل كده في حد قال لي 10 over 5 equal 5، معلش اعملها على الآلة. صبرني يا رب من دي دفعة. زي الفل زي الفل. انا بجيب السيكا دايما. نكمل. potential difference across 2 point conductor 5 جول بير كولوم. حلوه قوي دي، شايف دي بتوقع ناس كتير ليه؟ يعني ايه جول بير كولوم؟ تعال نكتبها بالقانون. عارف يعني ايه جول بير كولوم؟ هو الجول ده بتاع ايه؟ بتاع الورك، والكولوم ده بتاع ايه؟ بتاع الكيو، يبقى ورك على كيو. ورك على كيو بيديك ايه؟ تعالى كده اهو القانون، ورك على كيو بيديك ايه؟ بيديك في، هي resistance of conductor is 2 ohm. يعني ايه 2 ohm؟ 2 ohm ده الريزيستنس. 2 ohm ده ايه؟ الريزيستنس. تاني، resistance of conductor is 2 ohm. يعني 2 ohm ده الريزيستنس بس. مين ذات ريشيو؟ حلوه حلوه. يعني انا ممكن واحد يقول لي الاجابه resistance equal 2 ohm، ما هو بيقول لك resistance equal 2 ohm. يعني ايه بقى؟ يعني ايه resistance 2 ohm اصلا؟ مش احنا كنا قايل لك ان الار ده ريشيو في اول حصه؟ ارجع بص بنعيد تاني. انت حفظت يا حبيبي، فهمت التعريفات وحفظتها، هنحل. انا مش هكمل لك دول، انا هسيبك تكمل من لوحدك، بس انا بديك الفكره عشان في ناس اصلا ما تعرفش تحل، واعلمك ازاي تحل جبريزيوم، واعلمك ازاي تحل وات هابن. للاسف في ناس دلوقتي ما بتعرفش تحلهم. ريشيو، مش انا قلت لك الفي ايكوال اي ار؟ ايوه، طب عايز الار يبقى في على اي، في على اي ده ريشيو اهو. mean the ratio between the potential difference across the two ends of conductor and the current intensity passing through its 2 ohm. خلصت 2 ohm. اتفقنا. potential difference across a conductor of resistance 3 ohm is 6 volt. يا نهار اسود. تاني potential difference across conductor resistance 3 ohm is 6 volt. ده ايه؟ الريزيستنس. وده ايه؟ وده الفي. اتفقنا؟ you can understand me؟ it's okay. لو زهقت اقفل الفيديو وخش نام، ما تتفرجش عليها تاني بجد. potential difference across conductor of resistance 3 ohm is 6 فولت. يا لهوي يا مستر مش عارف حل يا ابني، ما هو القانون يا ابني، الفي ايكوال اي ار، هو عايز الاي، يبقى الاي ايكوال ايه؟ الاي ايكوال ايه؟ في على ار اهو، الاي في على ار 6 على 3 طلعت 2، وتقول له الاي ده اسمه ايه؟ اسمه كارنت انتنستي. انا مش هكمل في الحته دي، مش هكمل دي عشان الصراحه انا تعبت منك ومن الناس اللي بتصيح على الواتساب عشان تصدعوني. يا جدعان لو مش موجود في كوميونتي الواتساب لازم تخش، هبعت عليه. انا عملت ايه؟ هبعت عليه ريفيجن مهمه، وميعادنا في سنتر الراعي رود الفرج في شبرا مصر يوم الخميس الساعه 6:30. يوم الخميس الساعه 6:30، من 6:30 ل 8، عشان مش عدد كتير، عشان انت بتزهق وما بتحبش تقعد ساعتين على بعض، بس هديك ملزمه محترمه على اليونت 2. اتفقنا؟ ماشي.
زي الفل. measuring unit حفظ، حفظناه كتير مع بعض. قانون اللي قلتهم لك Q equal it. بص رابعه ابتدائي الورك في كيو رابعه ابتدائي برضو، سبحان الله. في اي ار رابعه ابتدائي برضو عليهم مساله. كل ده كلام رابعه ابتدائي حليناه مع بعض كتير، لسه هنحل في السنتر تاني. سيريس وباراليل قلت لك السيريس ماشي على طول. بعمل هنا كمان مفيش استيكه هنا كده، ماشي. اخرة الاستعجال عشان ما اخليش الفيديو طويل. اخرة الاستعجال ده كده ايه؟ كده سيريس. لو في ريزيستنس هنا، في ريزيستنس هنا، لو في ريزيستنس هنا، في ريزيستنس هنا، ده كده باراليل. مستر انت عرفت منين؟ انت لو مش مركز في دي اهو، ماشي رجع تاني. هنا باراليل ازاي؟ دخل لقى طريقين اتقسم، ما دام الكهرباء اتقسمت يبقى باراليل. اتفقنا؟ زي الفل. بص رجعت دخل هنا مثلا 20 امبير، لازم يرجع هنا 20 امبير. زي الفل. بص يا عم انا عايز امسحها يا عم. نكمل. important symbol، الحاجات دي لازم تكون عارفها. الفولتميتر بيتعلق باراليل قلت لك، الاميتر بيتعلق سيريس، يعني ده بيتعلق باراليل دي علامه الباراليل ها، وده بيتعلق سيريس، يعني ده مثلا بيبقى كده، والبطاريه اهي، لكن ده سيريس ازاي على طول؟ البطاريه اهي. فهمت؟ تمام ماشي. يا رب تكون شايف اللي انا بعمله ده، عشان تقسيم الشاشه ده مش مريحني. فيكسد يعني ريزيستنس ثابت مش بيتغير، لكن فاريبل ريوستات. فاريبل يعني في المعمل لما تيجي تخش، لما تكبر تخش سكاشن هتلاقي ان ده ممكن تحركه يجي على اليمين شويه او يجي شمال شويه على حسب انت عايز تزود ولا تعلي. اتفقنا؟ ماشي. الكي اوبن. ليه اوبن كده يا مستر؟ ما هو اهو انا عايز اعدي بسرعه فمش هشرحها لك هناك عشان سهله. اوبن يعني السلك مقطوع، اوبن كلوزد السلك مقفول عدت. الكتريك سيل، باتري، الكتريك لامب، كل دي حاجات طبيعيه جدا. الكتريك سيل لما تكون واحده بس كده اهي دي الكتريك سيل، لكن دي كده ممكن تكون باتري، دي ممكن تكون باتري برضه بس هو كتاب ما علينا. سيريس كونكشن، بارل كونكشن شرحته لك. important uses الاميتر، هو الحاجات دي بقى امانه سهله جدا، ها سهله جدا. اميتر الكتريك كارنت، فولتميتر بوتنشال ديفرنس، والكتروموتيف فورس. ايه الفرق بين ده الاي ام اف، ده البوتنشال ديفرنس، هو بس في واحد بيبقى فيهم اعلى شويه. ليه؟ عشان في فرق جهد بيضيع في الطريق. ماشي. الريوستات قلت لك اللي بيتغير. دراي سيل دي ايه؟ دي بتعمل دايركت كارنت اللي بتحول الكيميكال انرجي الكتريك انرجي. باقي اليونت في السنتر هنكمل عشان الفيديو مش عليك طويل، نقسم اليونت نصين. اتفقنا؟ ماشي. الاوم ده بتوين الكتريك كارنت بوتنشال ديفرنس. ماشي. باقي السنتر. الجيف ريزون لازم اقف جيف ريزون. مفيش انسان في ثالثه اعدادي يقفله، ليه مش عارف. لكن لو انت شاطر، يعني انا معايا بنت شاطره جدا بتقفله، بس المعظم بيغلط فيه. electric energy is cleanest source of energy. ليه الالكتريك انرجي ده انضف طاقه؟ فكر كده، فكر في ايه؟ ما دام هي نضيفه يبقى اكيد مش بتلوث البيئه بس. because doesn't pollute environment. The atom is electrically neutral because the number of proton in nucleus equal to number of electron. قلتها لك في الحصه وقلت لك اقولها لك تاني. ليه الاتوم نيوترال؟ تعالى انا مش فاهم. تعالى. عارف الاتوم؟ انا دي عايز ارسمها هنا عشان في ناس للاسف كانوا مع مدرسين افاضل زمايل مش فاهمينها. انا بعمل ايه؟
لا لا انا عايزها معلش نعمل كده بسرعه على الاتوم اشرحها لك تاني. معلش مثلا انت لسه شارحها من شويه، قدم الحته دي لو فاهم. لا برضه مش عاجباني، نعمل صفحه جديده يعني الشاشه شيطني. بص بعمل كده صغيره كده في النص. دي الاتوم يا مستر؟ لا دي مش الاتوم، دي النيوكليس، دي النواه، دي اللي جواها بروتون بوزيتيف ونيوترون نيوترال. مستر فين الاتوم فين الاتوم برضه؟ تعالى بقى ممكن نصغر الخط شويه. بص كده يا معلم، بص كده يا معلم. اي نعم رسمي مش لطيف. لذيذه. انا دي ارسمها لك عشان اعرفك ليه 3 دي. يعني ايه 3 دي؟ يعني هي مش كوره، هي بتطلع وتلف وتخش. ليه بقى نيوترال؟ عشان انت عندك في النص بوزيتيف، فوق بوزيتيف، طب اللي تحت بوزيتيف ونيجاتيف، ايه الاكتر؟ البوزيتيف اكيد. فده كده نقدر نقول ان هو نيوترال. شفت بقى زي ما قلت لك اهي. راحت فين يا نهار ازرق؟ ما علينا، عادي. لا ده ليه نيوترال اهو. راح فين؟ راح فين؟ اهو يا عم تعال. اتوم الكتريكال نيوترال، نمبر اوف بروتون ان نيوكليس ايكوال نمبر اوف الكترون. فين الالكترون يا مستر؟ فين الالكترون؟ بجد فين؟ هي دي ليه نيوترال على النيوكليس؟ نيوترال. والاتوم برضو نيوترال. ليه برضو نيوترال؟ نيوترال يا جدعان يعني توازنه. ماشي. فين الالكترون يا مستر؟ تعال نجيب قلم، نجيب قلم. مستر يا طرف بس، لا مش شرط، مش شرط عادي. اهو الالكترون اهو 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 بيلف بقى. بص كده كده كده، بعمل عجينه بيتزا. لازم الالكترون من الاخر ايكوال بي because the number of proton in nucleus equals the number of electron around it. الاي ايكوال بي، البي اللي جوه ايكوال ايه؟ في اسئله بقى بيحطوها لك يا معلم، يقول لك انا عندي النيوكليس جواها 15 بروتون على نيوترون، ويديك النيوترونز جواها حاجتين بوزيتيف ونيجاتيف. دي لو جت بالتريكس قوي، عشان الفيديو يبقاش طويل هشرحها لك في السنتر يوم الخميس اللي جاي، عشان انت بتزهق ومش بتحب الحاجات اللي عليك. بس هو اللي عليك الجيف ريزون ان دي ايكوال بي. اتفقنا؟ احنا قلنا الريفيجن دي بارت 1، دي مش ريفيجن كامله، مش ريفيجن كامله عشان ما فيش حد بيتفرج على فيديو طويل. وقولوا لي برضه في الكومنتس لو عايزين اعمل فيديو طويل عادي. ماشي. يقول لك نيوكليس از بوزيتيفلي تشارج. ضلم ليه؟ حاسس ان هو ضلم. الله يخليك ما تضلمش تاني. بس كده خلاص. nucleus is positively charged because contain proton. انا بتخانق، ها انا بتخانق. انا عايز قلم اكتب بيه اهو. جبنا القلم. يا ابني انت كنت منور من شويه كده، نور ولا ضلم؟ كده نور. انا اسف. ما انا ما ينفعش كل يوم في استوديو، ما ينفعش. يعني ما فيش استوديو عايز يديني الشاشه 10 ساعات، فبيقول لي لا ليك وقت عشان في مدرسين تاني حاجزه. ف بتنقل بين الاستوديوهات، عايز الحقك. واحد بيسقط قدامي. ايوه انت انا عارف. atom is electrically neutral because the number of proton in the nucleus equals the number of electron. ما دي قلناها. ليه ده؟ nucleus positive because positively charged and neutron neutral. اتفقنا. تعالى نكمل. ما تتعبنيش بقى. ده انا واخد سكرين شوت اصلا. ماشي ما علينا. كل ده اسئله
دي حاجه مخمخه كل ده. ماشي ماشي. احنا في السنتر هركز ان احنا نحل امتحانات على يونت 2 هنشرح الاول بارت 2 اللي هو اخر درسين فيها، عشان مش هقولهم لك هنا، ونحل عليهم. اتفقنا؟ ماشي. الوات هابن برضو بنتلخبط فيه، ركز معايا. vanish or decrease the attraction force in the atom between the nucleus and the electron. ايه ده يا مستر؟ يا حبيبي، ما ده بيحصل منه attraction force. ليه؟ كنت واخد زمان الرسمه بتاعتها كده 1 2 3 4 5 6 7 ها من كام؟ كي ال ام ان او بي كيو 7. جاي تعمل واحده 8؟ ركز بعد اذنك. كنا قايلين اول واحده تاخد 2 وبعد كده الباقي كله ايه؟ 8. نسيت ولا ما نسيتش؟ اخره 8 يعني، فاهم؟ ما ينفعش دي يعني. ممكن 2 3 عادي، ما علينا. ايه ده بقى؟ ده في اتراكشن فورس هنا، يعني ده بيشد ده بيشدهم، وعلى حسب كل قوه وعلى حسب ده بعيد، فده. فهمت؟ انا غلطان انا بشرح بالتفصيل، انا ما ينفعش اشرح بالتفصيل صدقوني. هو ايه ده؟ ما علينا. يلا decrease the attraction force. هيحصل ايه بقى؟ الالكترون اوتر ليفل become فري اهو. لو الاتراكشن فورس ده decrease او اختفى، الالكترون هتطير. مش قلت لك بتلف 3 دي؟ لو هي دلوقتي الكترون اهي، لو الالكترون اختفت، لو الاتراكشن فورس اختفى بين النيوكليوس اهي، بين النيوكليوس والاوت، هتطير الالكترون. اتفقنا؟ ماشي. Two electrically charged conductor of different electric potential are connected by a wire. يبقى electric current will flow from the conductor has a higher electric potential to the other. تاني electric current will flow from the conductor higher electric potential to the other. زي الفل ماشي. Quantity of charge that pass through cross section of conductor in 1 second increase. يعني ايه؟ شايف ده؟ مهم. quantity of charge ايه ده؟ ده الكيو. ماشي. cross section of conductor in 1 second ده الثانية increase. ايه اللي هيحصل؟ لما الكيو بيزيد في in 1، عارف يعني ايه in 1 second؟ in 1 second يعني تجيب التايم كده تشخبط عليه. التايم مش موجود. لسه قايلك من شوية، بالله عليك ما يعني عشان مش قدمت انت الفيديو فخلاص. ده ب 1 second ده مش موجود، يبقى ده هو ده، خلصت اهو. يبقى electric current density will increase quantity of charge passed through the cross section in 1 second increase. لو ده هيزيد يبقى ده برضه هيزيد. اتفقنا؟ من كتاب المعاصر، عشان ما اقولكش ادفع ملزمه واحط لك فيها مكسب، والمدرسين كلهم فوق راسي بياخدوا سكرين شوت ويحطوها في الملزمه. فانا بريحك، ولو عايز نعمل ملزمه قول لي. انا مش هعمل ملزمه، انا هعمل ريكاب. في ورقتين 3 تاخدهم معاك اليونت. ورقتين 3 Potential difference between the terminal of conductor is double. أو potential difference double at the constant temperature. For the current intensity إيه اللي هيحصل؟ current intensity is double. سهلة؟ Increasing the resistance. لو الريزيستنس زادت، الريوستات in ohms هيحصل إيه؟ الأميتر reading decrease. ليه يا مستر؟ يا نهار أزرق، مش عارف دي ليه؟ ماشي. نجيب أستيكة ولا أشرح لك كده. Increasing the resistance. لو الآر زادت بتاع الريوستات، ايه اللي هيحصل؟ الاميتر ريدنج ديكريز. ليه اميتر ريدنج ديكريز؟ تعالى، عشان انا قلت لك ان الفي بتساوي اي ار. يا معلم تعالى، بيقول لك لو الار يا مستر دول جنب بعض، لو الار زادت مش برضو الاي تزيد؟ لا يا معلم، بيقول لك لو الار زادت في الريوستات بتفرق الفولتميتر هيقل والاميتر هيقل. ايه ده يا مستر؟ ليه كده؟ ليه يا حبيبي؟ ليه؟ ده ريوستات الاميتر، يعني ده الاميتر مش الاي، مش الاميتر، وده الفولتميتر عشان الرسمه. تمام ماشي. خلصنا.
في هنا اسئله صعبه اهو. تعالى لو فيكس بقى ريزيستنس هيحصل ايه؟ الاميتر ريدنج از زيرو. ليه؟ عشان اصلا ما في، يا لهوي، عشان اصلا ما فيش current passing through the electric. It's open the key اهو. fixed resistance spoiled in the ohm circuit. التريكس اللي مش فاهمها ابعتها لي على الواتساب بامانه هشرحها لك وادخلك الكوميونتي. عشان وقت الحصه فين رقمك يا مستر؟ اهو رقمي. الكوميونتي هتلاقيها في الديسكربشن. اتفقنا؟ ماشي. 012 2 08 55 181. سجله عندك عشان مش قادر اعيد. مسح ازاي؟ مسح. كل ده تمام، كل ده تمام، كل ده قلناه وقلت لك ده برضو، والسيريس والباراليل عرفنا ايه الفرق. تمام تمام. دي اهي الرسمه، لو انت مش فاكرها او من الرسمه مثلا ما فهمتش. باينه؟ بفكسلها عشان الاسكان بس باينه اهي. بوزيتيف بول نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، ده توصيل ايه؟ سيريس. مشيت قعدت امشي مفيش قلم هنا، قلم بعد اذنك اهو. ان شاء الله تكون باينه. اصبر كده نشوفها باينه ولا مش باينه. باينه في الكاميرا يا عم. الحمد لله زي الفل. مشيت لقيت سويتش. السويتش ده لو اوبن، لو مفتوح الكهرباء هتقع، بس هو مقفول الحمد لله. هتكمل. ايه ده؟ اسودت ليه يا عم؟ انت قلم خنزير يلا. هنبدا من شو يا ماشي معلش. اهي بيضت. طب ليه بقى كده؟ بدأت اتخنق. اهي الرسمة فاهمها؟ مشيت. هل لما الكهرباء تيجي هنا، انا قلت مش بحب اصور اونلاين بامانه، انا قلت لما الكهرباء تيجي هنا ترجع، هل هتتقسم ولا تمشي؟ هتمشي عشان ده فولتميتر. مفيش كارنت بيمشي في الفولتميتر، كارنت بيمشي في الريزيستنس في المقاومه. التيار الكهربي بيمشي في المقاومه، ماشي على طول اهو. ده ريوستات، ده ممكن يبقى هنا ممكن يبقى هنا. الريوستات بيتحرك عشان بيغير الرسمه كلها. اتفقنا. انا بفكرك باليونت. التريكس هنقولها مع بعض في الحصه. بفكرك باليونت عشان لو الفيديو طويل انت ما بتتفرجش اصلا، بس برضه بقول حاجات مهمه. ماشي. قانون الفي اي ار. قانون الفي اي ار كل ده قوانين في اي ار. بص كل ده سيريس وباراليل. ويقول لك الساينس صعب، لا ويقول لك الفيزيكس صعبه كمان. دي خليها مع بعض في السنتر، ودي خليها مع بعض في السنتر كده. احنا تقريبا رجعنا نص اليونت. الجراف الفي على الاي. الاي لما بيزيد الفي بيزيد. مفيش حاجه اسمها الفي لما بيزيد الاي بيزيد. ليه؟ انت عندك في، اصبر عشان في ناس هنا بتتلخبط. عندك في ايكوال اي ار. لما الاي بتزيد الفي بيزيد، ده في حاله ان الار ثابته. الاكس اكسس بتغييره، الواي اكسس بيتغير. ده ماس، ده لو مش عارفها قلبي ما تتفرجش عليها تاني. مثلا تعال اقول لك ده انت مش فاهم دي. انا عندي ريزيستنس مثلا ب 6 اوم، وعندي اي ب 12 ايه؟ عندي اي ب 1 امبير. تطلع كام؟ هتطلع 6. ال 6 هنا ثابته كونستانت. ال 6 هنا كونستانت. طب ايه اللي هيحصل لما الواي ده بقى 2؟ قلبي، لما الواي ده يبقى 2، لما ال1 ده يبقى 2، مش هل هتبقى 2 تايمز 6 ايكوال 12؟
هو ده اللي بيشرح لك في الجراف. عشان في ناس بتحط لي في كتب بتحط الفي هنا والاي هنا، مالناش دعوه، كتب مش درس، كتب لذيذه. طب الاي ايه ده يا مستر؟ ليه الاي والار انفرس؟ تعالى عشان انت مدرسين الماس حبايبي كلهم بيعانوا، هم كمان معاكم بامانه بيعانوا. انت الماس عندك عقده فيه، انا مش قادر بجد. قرب الكرسي شويه يعني. يا نهار ازرق زي الفل. شاشه سليمه، اهم حاجه شاشه سليمه، ولو اتكسرت يعني فده انا عادي. الاي ار قال لي انفرس، ركز معايا بجد. ماشي اهو. يا نهار ازرق. الفي ايكوال اي ار، الفي ايكوال اي ار. ليه الاي والار انفرس؟ فاكر ال 12 اللي من شويه؟ ده 12. لو الار مثلا قلت هتبقى كام؟ هتبقى 5 صح؟ نخليها حاجه ابسط عشان تمشي مع 12. ده 12 صح؟ الار كانت 6 من شويه صح؟ والاي كانت 2 تايمز 6 ب 12. لو انا خليت الار نفسها زودتها 12، يعني انا زودت فين الالوان؟ لو انا خليت الار دي هي اللي بقت 12 وعايز برضو دي تبقى 12، ايه ده ازاي يا مستر؟ انت سهل تخلي ده 12 وده 12؟ اه يا حبيبي خلي ده ب 1. خلصت. فده لما زاد ده قل، بيعمل ايه يا حبيب قلبي؟ ده لما زاد ده قل، فكده انفرس ريليشن. نرجع الكرسي مكانه، تعب معانا. ومستر ايهاب سايبنا ماشي، نكمل هذه جدا. الكرنت انتنسيتي مع التايم، عارف ده الناس اللي بتعمل لك كده، ناس في بتعمل لك كده، بس ده حاجه ثانيه مش عليك دلوقتي يعني. اهي دي غير دي. مستر ايه الفرق بين ده وده؟ دايركت كارنت، الترناتيف كارنت. يعني ايه دايركت كارنت؟ دايركت كارنت ده رايح خارج على طول، فمع الوقت ما تاثرش. لكن الالترناتيف كارنت تاثر. اهو دايجرام دايركت كارنت، الترناتيف كارنت. التر اصلا الترناتيف يقول لك التر بيبدل الترناتيف، لكن دايركت هو ده مش المعنى العلمي عشان تفهمها. ماشي. كل الكلام ده في السنتر عشان هياخد وقت معانا. كده احنا خلصنا ريفيجن بارت 1 من اول حصه. احنا قلنا عندنا 4 حصص. اول حصه هينزل لك فيديو شرح، بعديها هنحل في السنتر شويه على قد ما نقدر في السنتر نحل. هينزل لك حل تاني على اليوتيوب ان شاء الله. لو ما خلصناش في السنتر، لو خلصنا في السنتر هننزل، بس اليوتيوب هينزل لينك برايفت للناس اللي حضرت في السنتر بس، عشان هيبقى طويل قوي. فعلى اليوتيوب لو نزلته هو طويل قوي محدش بيتفرج عليه، فاهمني؟ فهيبقى برايفت للناس اللي حضرت في السنتر بس. وانت لو عايزه حتى لو محافظه بعيده ومش هتقدر تيجي في السنتر، قول لي برده على الواتساب هبعتهولك، هتلاقي رقمي موجود في الديسكربشن. وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه كتير، بس لو عجبك ابعته لاصحابك عشان يستفادوا هم كمان. مع السلامه.